ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد لنا على القناه، ويلا ونبدا نقول يا بركه بسم الله زي ما اتعودنا. قبل ما نبدا الفيديو اشتركي معايا لو لسه ما اشتركتيش، وفعلي زرار الجرس ودوسي لايك. اهم حاجه اللايك يا حبايبي، مش هيخسركوا حاجه، بس هيرفع الفيديو اللايك. ويلا بقى اشتركوا معايا عشان اوصل 1000 مشترك ان شاء الله، وانتوا معايا باذن الله نوصل مع بعض 1000 مشترك. النهاردة بقى هنعمل ايه مع بعض؟ هنعمل ملوخية ولسان عصفور وفراخ وشوية رز بشعرية، وبألف هنا وشفا. اول حاجة جبت معايا الوراك زي ما انتوا شايفين كده، وغسلتها كويس بملح وخل. المفروض تحط عليها ليمون، بس انا ما حطيتش عليها ليمون، ما كانش عندي. بعد كده غسلتها غسلة حلوة ونقعتها في الخل شوية. وهو معانا النهاردة هنعمل اهي الملوخية والرز ولسان عصفور وشعرية ومكعب مرق الدجاج، ومشغلة الكتل زي ما انتوا شايفين. اهو الرز زي ما انتوا شايفين، هنعمل رز بشعرية بوريكم. ده لسان العصفور، ودي الملوخية ومرقة الدجاج. ده عشان الملوخية لازم برضو ان احنا نحط عليها مكعب مرقة، حتى لو في شوربة برضو نحط مكعب مرقة. يلا لو لسه ما اشتركتيش اشتركي معايا ودوسي لايك. اهو بوريكم التوم اللي هنحطه على الملوخية. اول حاجة شغلت النار على الفراخ. زي ما انتوا شايفين بتغلي. الفراخ دي انا بعملها ازاي؟ بديها صدمة. وبعد كده بنزل عليها بالمية المغلية والتوابل بتاعتها والثوم والحاجات. بعد كده شغلت النار على المادة الدهنية اللي تحبوها، زيت سمنة زي زبدة زي ما تحبوا. وبعد كده انزلوا بالشعرية زي ما انتوا شايفين كده. نبدأ ان احنا نقلبها، نجيب من الاحراف عشان الاحراف دي اول حاجة بتتحمر معايا. فانا اجيب من الاحراف كده. اهو نجيب من الاحراف ونقلب كويس. آه، نفضل نقلب نقلب عشان ما تتحرقش مننا. خلي بالكوا الشعرية ممكن في ثواني تتحرق، واحدة تتحرق واحدة متبقاش، تبقى لسه بيضة، فمتبقاش منظرها حلو في الرز. فاحنا نخلي بالنا ونفضل نقلب فيها كده على طول. المعالق دي جميلة قوي. انا لسه اول مرة اجربها، بس جميلة قوي. الاسباتيولا دي جميلة جدا في الاستعمال، حلوة قوي، بس مش يعني مش للغرف، لا تقلبي بيها تعملي، بس ساعة الغرف تستعملي طقم التوزيع بتاعي. اهي بدأت تحمر معايا زي ما انتوا شايفين الشعرية. بدأت اغسل الرز عشان قبل ما تحمر كويس. بدأت اغسل الرز واغسله حلو قوي. طبعا الرز بتاعنا يكون متنقي، وبعد كده نقوم غسلينه حلو ونصفيه من المية ونرجع نغسله مرة تاني عشان يبقى نضيف خالص. اهي الشعرية زي ما انتوا شايفين اتحمرت معايا وبقى شكلها جميل. هنزل عليها بالرز على طول. اهو بدأت انزل بالرز اهو، وتصفيه كويس جدا من المية بتاعته، متخليش في مية خالص. تصفيه كويس منها عشان لسه هنحط عليها الملح على الرز بشعرية، وتشوحيه كويس كله في قلب بعضه. عشان يبقى الرز يبقى الملح واصله من كل حته. وبعد كده لازم طبعا تكون انتي مشغله الكاتل من قبليها. انا بحب اعمل الرز عامه بميه مغليه. اهو بدأت هجيب معاكم الملح واحطه، وببدأ بعد كده اقلب كويس اوي. اهو تظبطي بقى انتي بقى لو لسه يعني بنوتة لسه متجوزة، او مثلا انت مش عارفة المعيار بتاعك بتعملي بالمعلقة. انما انا كمان يعني بعمل الرز على طول، فحفظت المقدار بتاع الملح قد ايه. ابدا ان انا اقلبه كويس، اشوحه كده من كل حتة في السمنة بتاعته والملح، وكله يتقلب في قلب بعضه كويس، واتاكد اللي هما تقلبوا كويس. وبعد كده هروح نازله بالمية المغلية. يلا يا حبايبي لو لسه ما اشتركتوش لحد هنا واتفرجتوا معايا لحد هنا، اشتركوا في القناة وفعلوا زرار الجرس ودوسوا لايك. اهم حاجة اللايك، دوسوا اللايك يا حبايبي. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك. اهو بعد كده بدأت اللي انا انزل بالمية المغلية اللي انا غليها زي ما قلت لكم. تغلي الكاتل كده عقبال ما تظبطي الرز بتاعك تقومي حاطاه عليه. وبعد كده تقلبي كويس وتشوفي المعيار بتاعك مظبوط. عايز رز، عايز قصدي ميه، لو مش عايز ميه كده ميته مظبوطه ماشي، ولو ميته كتير شيليها من دلوقتي الميه الزياده عشان ما تبوظلكيش الرز.
اهو، وهغطي عليه يغلي في قلب بعضه كويس. وبعد كده هنقله على العين الصغيرة. وهو قطفت الملوخية زي ما انتوا شايفين وغسلتها حلو وصفتها، تسيبها تتصفى شوية عشان اي مية فيها تكون نزلت، عشان الملوخية لما بتبقى فيها مية بتمزلق كده وما بتبقاش حلوة، فتصفيها كويس اوي. بعد كده نزلتها هنا في الصينية اللي انتوا شايفينها دي، وهبدأ اللي انا ايه اخدها بقى عشان ايه اخرطها حلو. زي ما انتوا شايفين بدأت اخرط فيها حلو. طبعا كل ما تنعميها بيكون طعمها احلى وشكلها احلى. اهو بدأت اخرطها من جوه لبره ومن بره لجوه زي ما انتوا شايفين. وبعد كده برضو جيت ابص هنا على الفراخ اشوف نظامها ايه، اتسلقت حوض الشوربه مظبوط. برضو ما تسهيش، يعني تكوني بتعملي اكل تركزي في حاجه واحده، لا ركزي في كذا حاجه وخلي بالك من الحاجه اللي على النار برضو وانت شغاله. اهو لقيت الوراك استوت معايا زي ما انتوا شايفين. ايه اللي عرفني اللي هي استوت؟ بعمل فيها شوكة بدخلها فيها الاقيها اللي هي ايه تخش بسهولة كده، كده يبقى استوت بسهولة. بعد كده غطيت على الحلة وبدأت برضو ابص على الرز بشعرية بتاعي، ما شاء الله عليه اهو مفرفط وجميل وما شاء الله ومستوي حلو. فبرضو بدي تقليبة، انا مش عارفة اتملك منك مني ماسكة التليفون زي ما انتوا شايفين. اوعي تنسي تدوسي لايك يا قمر. اهو زي ما انتوا شايفين انا بقلب اهو الرز بتاعي كويس من الاحراف واجيب له جوه كده، بحيث ان انا اكون ايه قلبته كله. بدأت اقلبه اهو زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هغطي عليه برضو ياخد كمان شوية عشان لسه مستويش قوي وايه ودقيقة وهطفي عليه. بعد كده انا جيت زي ما انتوا شايفين اعمل اللسان العصفور. لسان العصفور ده بتحطي شوية زيت وبعد كده تنزلي عليهم بلسان العصفور الكمية اللي انت عايزاها، وتبدأي برضو زي الشعرية زي ما فهمتكم اللي انت ايه تقلبي من بره لجوه، يعني عشان الاحراف دي دايما بتتحمر الاول. وبرضو على العين التانية بدأت ايه اللي انا اعمل في الملوخية، حطيت المادة الدهنية بتاعتي اما معلقة سمنة اما معلقة زيت، وبعد كده نزلت بمعلقة التوم بتاعتي اللي انا دقاها اهو. وبدأت اللي انا ايه اقلب فيها لحد ما تتحمر حلو. اوعي تسيبيها لحد ما تتحرق، لا خليها كده يكون لونها حلو متحمر كده احمر كده وجميل كده، يبقى ايه الملوخية بتاعتك اول خطوة فيها تبقى ناجحة. اهو بدأت اللي انا اقلبها كويس، وبرضو خلي بالي من اللسان عشان يبقى لونه حلو معايا ذهبي وحلو متحمر كده. وبعد كده هبدأ بقى اللي انا برضو ارجع تاني للتومة بتاعتي واشوفها لحد ما يبقى لونها ايه اللون المظبوط اللي هو بتاع ايه الملوخية. اوعي تنسي بقى ان انت تشهقي على الملوخية عشان يبقى طعمها حلو. الصراحة انا ما بشهقش عليها، انما بقول يا بركة بسم الله او بسم الله الرحمن الرحيم. احسن من الشهقة دي، بس هي يعني عادات كده. فاهو زي ما انتوا شايفين بدأت اللي انا اقلب التوم بتاعي لحد ما لونه زي ما قلتلكوا يبقى حلو كده ومحمر كده، كده يبقى حلو. طبعا لو عندك شوربة طبعا دي ايه برضو تاني خطوة معايا. وبرضو الملوخية وانت بتخرطيها لو عايزاها تبقى مشطشطة معاكي، لو عندك قرن فلفل حراق بتخرطيها برضو ايه معاه، بيديها طعم برضو. الملوخية بتبقى فيها سنة حرارة كده، فبتبقى حلوة برضو مشطشطة وحلوة للي بيحبوا الحراق، انما اللي ما بيحبش خلاص ايه بلاش منها. بعد كده نزلت اهو بالشوربة، بس ايه راحت كانت سخنة قوي فرجعت ورا دقيقة لحد ما تهدى. وبعد كده بدأت اللي انا ايه ازودها الشوربة زي ما انتوا شايفين مقدار الايه الشوربة اللي انا ايه عايزاها على قد الملوخية. وبعد كده بعد ما انزل بالشوربة هروح ايه جايبة الملوخية بتاعتي واروح ايه نازلة بيها. طبعا ممكن تحطي في الخطوة الشوربة دي تحطي مرقة الدجاج، او تستني بعد ما تحطي الملوخية وتقومي حاطة مرقة الدجاج. دي برضو خطوة ايه براحتك، عايزة تعمليها قبل او بعد. بس ما هي ما بيقولوا مرقة الدجاج مش صحية، بس الصراحة هي بتديها طعم ومش عارفة يعني من زمان واحنا بنجيبها يعني، والحمد لله ربنا سترها معانا. اهو نزلت بالملوخية زي ما انتوا شايفين، وهبدأ اللي انا اقلبها. طبعا ما تخليش الملوخية تغلي كتير عشان ما تسقطش معاكي. والله كانوا شوية ملوخية بألف هنا وشفا، كانت جميلة جدا. اعملي الملوخية بالطريقة بتاعتي دي ومش هتندمي.
ودوسيلي اللايك عشان خاطر الملوخية. اهو بعد كده نزلت على اللسان بالشوربة زي ما قلتلكوا، اللي هو يبقى لونه ايه، محمر كده وحلو. اهو بعد كده حطيت مكعب المرقة واروح مديها تقليبة واحدة، وهبدأ اللي انا ايه اطفي عليها. وحطيت برضو ايه حبة على الشوربة اللي على اللسان. واهو اديتها تقليبة، واروح ايه مطفية عليها عشان ما تسقطش مني. بعد كده برضو اللسان زي ما انتوا شايفين، برضو اما يغلي غلوتين او ايه طفي عليه برضو، لان اللسان انتي لو مش هتغرفيه في ساعتها تسيبيه دقيقتين كده عشان ما يبقاش معجن معاكي لو بتشتكي. انما لو هتغرفي اللسان يعني في ساعتها اديه غلوتين يخليه يغلي يعني كويس، وايه ولحد ما يستوي كده، وروحي طفي عليه وابدأي اغرفي منه. بعد كده بدأت ان انا احمر الفراخ بتاعته، وخليت لونها زي ما انتوا شايفين ذهبي. اللون الذهبي ده برضو من ايه، ان انا ايه اديت الفراخ صدمة قبل ما اسلقها يعني. ما بتديها صدمة بتديك اللون الجميل ده اللي انتوا شايفينه ده. وبألف هنا وشفا غرفت الاكل بتاعي، طبق الملوخية الجميل والطبق لسان العصفور والفراخ والرز. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد. ومع السلامة في رعاية الله. ولو لسه مشتركتيش اشتركي وفعلي زرار الجرس ودوسي لايك. اوعي تنسي تدوسي لايك عشان نوصل ل1000 مشترك.